السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة عالم فوزية. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وكيف ما عودتكم دائما مع الوصفات السهلة والبسيطة والاقتصادية، اقتراحنا اليوم غادي يكون حريشة بحال ديال الزنقة وأحسن. إلا ما كتصدقش لك الحرشة من اليوم غتولي تصرعيها إن شاء الله. فما عليك غير تبعي معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تشوفي معايا الطريقة بالتفصيل وتشوفي معايا أسرار ديال النجاح ديال الحرشة. فعلى بركة الله ندوزو أخواتي الطريقة والمكونات بنفس الوقت. هنايا عندي 5 الكيسان إلا ربع من السميده الرقيقة اللي كنحضروا بها الحرشة. درت 4 الكيسان عامرين، الكأس الخامس درتو ما عامرش. هنايا زدت 3 المعالق كبار ديال السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وضفت هنايا واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة كذلك كتبقى على حسب الذوق ديالكم. وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت النباتية. صافي كنبسبس هاد السميده هادي حتى كنلبسها بهاديك الزيت مزيان مزيان، ما كنعجنوهاش، فقط برؤوس ديال الاصابع كنحاولوا نبسبسوا السميده ديالنا مزيان حتى كتولي عندي بهذا الشكل هذا. يعني كنلبس هذوك الحبيبات ديال السميده كنلبسهم بالزيت. من بعد كناخذ واحد الكاس غادي نقصو من هذا الخليط هذا وغادي نخليه على جنب. غادي ندير واحد الحفيره الوسط، غادي ندير قبيصه ديال الخميره ديال الخبز. كنأكد البنات قبيصه فقط، يعني داكشي اللي غادي يهزو لك 2 صبيعات ديالك فقط. الا ما بغيتوش ما ديروهاش كاع، تقدروا تستغناو عليها. الا درتوها ما تكثروهاش، الا كثرتوها راه غادي تجيكم الحرشه ديالكم غادي تجيكم ناجحه. ضفت على الخميره ديال الخبز خماره وحده من خميره الحلويات، كاس ديال الحليب، ساشي ديال الفانيلا كيعطي واحد النكهه واحد النسمه لهاد الحرشه هذه رائعه. وضفت كاس ديال الماء. بالنسبه للخليط ما كنعجنوش نهائيا، فقط برؤوس ديال الاصابع ديالنا كنخلطوها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا. غير كندور هكا بالاصابع ديالي. هنا غادي نزيد واحد 4 كاس ديال الماء. بالنسبه للسوائل استعملت كاس ديال الحليب وكاس وربع ديال الماء، يعني في المجموع 2 كيسان وربع. الا ما بغيتوش ديروا الحليب تقدروا تستعملوا فقط غير الماء عادي، الماء ما سخون ما والو، يعني الماء عادي من الروبيني. صافي كنتحصل على خليط اللي كيكون جاري واحد شويه. كنخلي الخليط ديالي كيرتاح واحد المده ديال 5 دقائق حتى ل10 دقائق بين ما كتشرب ليا ديك السميده. هنايا غادي ندوزو كناخدو المقله اللي غادي نطيبو فيها الحرشه ديالنا، يعني المقله المعروفه، المقله الثقيله. كندهنوها بالزبده مزيان مزيان، ضروري ما انكم تدهنوها بالزبده. اللي ما عندهاش الزبدة تقدر دهنها بالزيت، ولكن بالزبدة الصراحة كتعطينا واحد كتجينا الحريشة ديالنا من التحت محمرة مزيان. صافي بعد ما دهنت المقلة ديالي غادي ناخد هداك الكاس اللي نقصنا من الخليط، يعني هاديك السميدة اللي بسبسناها بالزيت. غادي نضيف النصف ديالو فقط وكنحاول نوزعو على المقلاه ديالي بهذا الشكل هذا. حاولوا توزعوه مزيان، يعني بحال كترشوا ولا كتغطيو هكا ديك المقيله ديالكم بهذيك السميده مزيان. صافي كنوزعها مزيان في هاد الاثناء كتكون هذيك داك الخليط ديال الحريشه ديالي يعني تشربات. غتاخد معاكم كيف ما قلت لكم ما بين 5 دقائق حتى ل10 دقائق. المهم هكا راقبوها على حسب النوعيه ديال السميده اللي استعملتو. غير تشوفوها تشربات ولات بهذا الشكل هذا مباشره، يعني ما كنقيسوهاش باليد ديالنا، كنفرغوها مباشره في المقلاة. هنا غادي نبسطوها باش ما كتلتصقش لكم في اليدين ديالكم. ما كنستعملوش الزيت نهائيا، ما تستعملوهاش لان الحرشه ديالكم غادي تجيكم مزيته. هنايا كندهن اليدين ديالي فقط بالماء، يعني غير لما كندوز اليد ديالي بالماء وكنبسط الحرشه ديالي. الزيت ما تستعملوهاش، كنأكد معكم البنات الزيت ما تستعملوهاش لان الحرشه ديالكم غادي تجيكم هكا مزيته بزاف وما غاديش تجيكم زوينه. دهنوا اليدين ديالكم هكا غير بشويه ديال الماء وبسطوا الحريشه ديالكم مزيان مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد بالنسبه للجوانب كتاخذوا واحد الملعقه بالظهر ديالها كتحاولوا تقادوا هذوك الجوانب باش الحرشه ديالنا كتجينا مقاده وتجينا زوينه في الشكل ديالها، ما يبقاوش لينا دوك الجوانب هكا مشققين. صافي غادي نقاد الحرشه ديالي انا مزيان مزيان. نحاولوا هكا ما تبسطوهاش، ما تكونش رقيقه بزاف وبنفس الوقت ما تخليوهاش غليظه بزاف، يعني السمك كيكون متوسط. غادي ناخذ هذاك نص كاس اللي بقى لي من هذاك الخليط اللي نقصنا في الاول وغادي نضيفو هكا فوق من الحرشه ديالي تا كتبسطوها وكتساليو منها عاد كتضيفوا هذا الخليط هذا، لان الا جيتو باش تقرصوا بها ما غاديش يقدكم هاد نص كاس هذا. وهذيك السميده غتخليكم وسط من الحرشه، كتخليوها هي اخر حاجه. كتحاولوا توزعوها كامل الجوانب وعلى الحريشه ديالكم مزيان مزيان، تغطيوها بهذاك الخليط.
صافي من بعد كذلك بالنسبة للجوانب هنايا غادي نقادو مناغير باليد ديالي، كتحاولوا دوروا هكا بحال كتقرصوا العجينة، ولكن ماشي كنقرصوا تاني بزاف، غير كنقادو فقط باش هادوك الجوانب ما كيبقاوش لينا مشققين، وملي كطيب الحرشة ديالنا يعني كتجينا يعني كتهرس. المهم قادو الوجه ديال الحريشة ديالكم قادوها مزيان باش تجيكم زوينة. صافي غادي مباشرة غادي ناخد المقلاة ديالي غادي نديرها فوق البوطة، النار كتكون متوسطة، كنأكد على النار كتكون متوسطة ما كتكونش مجهدة بزاف، وبنفس الوقت ما ديروهاش تاني ناقصة أكتر من القياس، ديروها متوسطة ما تكونش مجهدة بزاف وما تكونش قليلة بزاف. هنايا كتخليو الحرشة ديالكم ملي كتبدا تشكل لكم هاد الفقاعات هادو أو كتنبل لكم هكا من الوجه، كتاخدوا واحد سباتيل بهذا الشكل هذا وكتضغطوا على هادوك البلايص اللي كيتنفخوا باش هكا الوجه ديال الحريشه ديالكم كيجيكم هكا متساوي وكتجينا مقيطه. اللي ما عندهاش سباتيل بحال هاد السباتيل هادي، غير ملعقه كبيره الظهر ديالها وحاولوا هكا تدوزوها على الوجه ديال الحرشه ديالكم باش هادوك الفقاعات او هادوك النفاخات اللي كدير كيرجعوا. صافي هنايا بعد ما تحمرات ليا الحرشه ديالي من الاسفل، راني قلبتها هنايا البنات ما صورتش معكم، قلبتها كنت بغيت غير نشوف واش تحمرات ولا باقي. صدقات لقيتها تحمرات، كون جيت باش نردها للمقله باش نعاود نصور معكم ممكن تهرس معايا ولا شي حاجه. يعني راه كتقلبوها عادي، ملي كتبان لكم تحمرات من الاسفل كديروا هكا واحد الصينيه فوق من الحرشه ديالكم وكتقلبوها، غادي نوريكم ان شاء الله من بعد. صافي غادي نرجعها، خديت المقيله ديالي كنمسحها مزيان مع ديك السميده وكنعاود ندهنها واحد الدهنه خفيفه بالزبده، وما كنرشها بالسميده ما والو كيف ما شفتوا معايا، وكنرجع الحريشه ديالي على نار اللي كتكون متوسطه، كنخليوها حتى كتحمر من الجهه الثانيه. صافي هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما تحمرات ليا من الوجه الثاني، هنايا غادي نقلبها معكم باش تشوفوا معايا الطريقه اللي ما صورتش معكم في الاول. كندير عليها هكا واحد الصينيه ولا شي حاجه المهم اللي تكون قد من الحرشه ديالكم، صافي وكتهزوا هكا وكتقلبوا، يعني طريقه اللي هي ساهله كنظن بلي كلشي كيعرف يديرها. شوفوا معايا البنات كيفاش غادي تجي، راه جات محمره محمره الصراحه، الوجه هذا جا حسن من الوجه الاول. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش جات محمره، وجات اش غنقول لكم المذاق جات بنينه 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 بزاف، مع داك كاس ديال الحليب كيعطي واحد المذاق واحد الاضافه اللي هي رائعه. هذاك الساشي ديال الفانيلا ضروري ما انكم ديروه، لان الحريشه ديالكم كتجيكم منكهه، انا صراحه ما كتعجبنيش الا ما فيهاش الحرشه، ضروري ما انه تكون فيها شي نكهه باش هكا المذاق ديالها كيجي زوين. صافي هنايا بعد ما زولتها هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي محمره. نصيحه البنات، ملي تكون الحريشه ديالكم فوق من البوطه بقاو تقلبوا المقله ديالكم، يعني كدوروا المقله ديالكم، لان ممكن تحمر لكم من الوسط وتبقى من الجوانب، يعني مره كدوروا هكا المقله ديالكم، دوروا هكا باش تجيكم الحرشه ديالكم هكا اللون كيجي محمر، كتجي هكا محمره من الجوانب ومن الوسط. الا ما دورتوش المقله ديالكم غتجيكم محمره غير من الوسط، والجوانب اللي ما وصلهمش العافيه، لان كيف ما كتشوفوا معايا الحرشه تبارك الله راه كبيره، يعني واخا تكون هذيك العافيه ديال الفرن او هذيك ما عرفتش يقولوا، يعني واخا تكون كبيره ما غاديش توصل العافيه للجوانب كاملين، يعني ضروري ما انكم تدوروا المقله ديالكم، كتبقاو تدوروا هكا باش كتجيكم الحرشه ديالكم محمره من جميع الجهات. صافي وكتقطعوها وكتقدموها بالصحه والراحه ان شاء الله، غادي تجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم، فقط تبعوا معايا الطريقه والمكونات، ما تزيدوا ما تنقصوا من عندكم. راه كتجي واحد الحرشه اش غنقول لكم، كتجي اش غنقول لكم، كتجي لذيذه بزاف، كتجي حسن من ديال الزنقه، راه كنشكرها لكم، ولكن حتى تجربوها ان شاء الله وحكموا نتوما. شوفوا معايا من الداخل كيفاش كتجي، ما كتجيش مدقصه نهائيا، هذيك السميده كتجي هكا مبسبسه وكتجي كتعطي واحد المنظر اللي هو رائع، كتجي محمره. كتقدموها هكا بالنسبه للاخوات اللي غيقدموها مع شويه ديال الزبده وشويه ديال العسل، كتجي رائعه. هكا دهنوها الوليدات، تحلوها هكا من الوسط، ديروا ليهم في فرماجه مع العسل اولا الشكلاط ديال الدهن، راه كتجي لذيذه بزاف. والاهم انها دغيا كتوجد واقتصاديه، يعني كيف ما شفتوا معايا ما فيهاش قوه المكونات وقوه يعني الروينه، دغيا توجدوها وطيبوها